أمنيت تدبرت اسمع أسف اللم سنمير بهرا غطاس يتمد مخ اللي اسمالانين المقارض تمدين مخ بثرا يتمد مخ تمسك بمغار ودا تمسك بمس النساء مرة يمغناسن اللي يعني المزل أي لي المقارض مقرنجيس مواسم دا مقرنجيس مغناسن مقرنجيس المدن ولينا المدن أنسيو الفنزكم تمازيغت اختي زياد اللي يوض اللي الكم غيلا غير لي سنرى أفراك أمازيغ في السنة اختي زياد مما من الأخ غيان سوير اللي بهرة يشقان اللي ين غيران ين وبداد مقران باش يزرفان النخ او الردون باش يزرفان نمازيغن هذا مزن ابريد مثل اللي امزن ابريد مثل ديمقراطية دون بريد نكرا تيزيات تراجين خا انمون في التنايت اللي كانت انا مرت تكتين توري تخطرت اللي تراتي زياد اللي غنلها. إذا هاد اللقاء هذا اللي كنوه به هو جا في واحد السياق صعب وحساس وشديد الحساسية بالنسبة للأمازيغية وبالنسبة للفاعلين الأمازيغ في بلادنا. هاد السياق هذا هو السياق اللي كنعيشوا فيه آخر معركة كتعلق بالنصوص. بطبيعة الحال المعركة من أجل الحياة الأمازيغية غادي تستمر دائما وربما غادي تشد عقود أخرى وسنوات طويلة، لأن النموذج ديال اللغات اللي نهضت كتعطي بأنه خاص يكون واحد الروح ديال الاستمرارية كبيرة عند الفاعلين. ولكن بالنسبة للمعركة ديال النصوص وديال ما هو مكتوب كنعيشوا الآن المعارك الأخيرة اللي ما خصناش نخسروها. والسياق الآن هو سياق اللي كيتجمعوا فيه الناس اللي كيتناقشوا حول المجلس الوطني للغات، وكاينه لجنة اللي تدارت لهذا الغرض باش توضع القانون التنظيمي ديال هذا المجلس، وكاين أيضا القانون التنظيمي ديال الأمازيغية اللي هو اللي غيحدد الكيفية والمراحل ديال التفعيل ديال الطابع الرسمي ديال هذه اللغة. معنى هذا أننا في واحد لافاز اللي هي حساسة واللي هي مهمة جدا وخصنا نكونوا فيها حاضرين بقوة في مختلف المناطق ديال المغرب. ولهذا هذا اللقاء هذا ديال الإخوان ديالنا في أبغار والأخوات ومسي النساء والإخوان كلهم اللي داروا مجهود باش يجمعوا هذا اللقاء راه جا في واحد المرحلة اللي هي مهمة جدا والاختيار ديالو موفق جدا. الإخوان المنظمين ديال هذا اللقاء طلبوا مني باش نعمل عرض فيما يتعلق بالنظام التربوي المغربي بشكل عام، المشاكل ديالو اللي كتجعل أن الأمازيغية ما مشاتش كما ينبغي. بمعنى أن العرض نوعا ما كيتعلقش غير بالأمازيغية والتعليم ديالها، بل كيتعلق بالأسباب ديال فشل تدريس الأمازيغية من خلال الإطلال على النظام التربوي والأزمات ديالو ككل. وهنا غادي نركز معكم على بعض العناصر اللي هي ضرورية باش نفهموا ما يجري في بلادنا، لأنه الإنسان اللي ما عندوش واحد النظرة شمولية راه غادي يصعب أنه يفهم الأسباب ديال بعض الأحداث اللي كتوقع. المشكل الأول اللي عند التعليم في بلادنا هذه تقريبا سنوات طويلة والمغاربة كينظموا لقاءات حول أزمة التعليم. كل مرة كتسمعوا لقاء حول أزمة التعليم وكيتلاقاو فيه الناس وكيقولوا كلام كثير وكيمشيوا، ولكن كيبقى التعليم هو. وأنا شخصيا حضرت ما يزيد على 20 أو 25 ديال اللقاءات وطنية حول أزمة التعليم، واللي كتخرج بتوصيات وكتخرج بأفكار كيبروروها ناس فاعلين من مختلف المجالات.
ولكن مجرد هاد الناس ما كيمشيو كيبقى التعليم كما هو. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأفكار كاينة، المقترحات كاينة، البدائل كاينة، النقد ديال التجارب كاين، هذا الشيء كله متوفر عند المغاربة. ولكن التعليم كيبقى في نفس وضعيته التي لا تتغير. إذا خصنا نفهموا شنو هو السبب، علاش المغاربة كلهم ملي كيتلقاو مختلف الفاعلين اللي فاهمين الملف كيقترحوا ديما الأفكار اللي خص تدار وكيقترحوا، ولكن كيبقى المشكل هو الأسباب هي الآتية. واخا يكون عندنا التقييم الأكثر معقولية وتكون عندنا البدائل الأكثر أهمية ويكونوا عندنا الناس اللي هما أطر ممتازين، غادي يبقى المشكل ديال التعليم هو وغيبقى المشكل ديال الأمازيغية هو. علاش؟ السبب الأول هو الطبيعة ديال النسق السياسي في بلادنا اللي هو نسق مزدوج، وهذيك الازدواجية ما كتخلي حتى حاجة تخدم بشكل طبيعي. يكون واضح. الدولة المغربية طريقة باش مبنية من مرحلة الحماية إلى الآن عندها طابع مزدوج، عندها واحد الوجه اللي مرتبط بالمخزن التقليدي، وعندها واحد الوجه اللي مرتبط بالمسلسل ديال العصرنة والتحديث، ومن خلاله كتبان هذه المؤسسات اللي كاينه، الحكومه، البرلمان، المدرسه، التعليم النظامي العصري الى اخره. ولكن هذا الشيء كله كيتم في اطار عدم الوضوح وعدم الحسم في الاختيارات. المغرب بلد لم يحسم اي اختيار من الاختيارات، ما كاينش شي حسم، كاين ارتباك وتذبذب وذهاب ومجيء بين عالمين، عالم التقليد والمخزن التقليدي وعالم التحديث والعصرنة إلى غير ذلك. هذا الطبع المزدوج أثر في النظام التربوي، ولا عندنا نظام تربوي حتى هو مزدوج، عنده حتى هو زوج ديال الوجوه وما فيهش الحسم في الاختيارات، وما كيعطيش المتمدرس حتى شي ادوات باش يختار في النهايه اشنو بغى. وهذا هو علاش المغاربه حايرين مرتبكين، وهذا الشيء علاش التلاميذ ديالنا كياخذوا البكالوريا وهما ما عارفينش يحسموا في الاختيار، لان المدرسه ما عطاتهمش الادوات باش غيحسموا في الاختيار. لان لو سيستيم بوليتيك، النسق السياسي بطبيعته لا يسمح بهذا الاختيار، لا للنظام التربوي ولا لكل المرافق الاخرى. اذا طبيعه الدوله، طبيعه النسق السياسي هو اللي يجعل النظام التربوي ديالنا بهذا الارتباك اللي كنلاحظوا. هذه النقطه الاولى اللي هي اساسيه، وبلا بها راه ما يمكنش شي واحد يفهم علاش هذه 40 عام وحنا كنهضروا على ازمه التعليم وعمر هذه الازمه ما تحلت، لان ما تحلتش الازمه ديال النسق السياسي، طبيعه النسق لم تحل. اذا غتبقى الازمه التعليم هي المساله الثانيه، هو ان ملف التعليم ملف محتكر. التعليم في المغرب، وهذا غادي يشرح لكم المشكل تاع مزرعه، وغيشرح مساله الحرج، علاش الكيران ديال الحرج باش تفهموا مزيان علاش هذه الكلمه تقالت. النظام التربوي في المغرب محتكر من طرف السلطه وخاضع لتكتيكات السلطه، وما عندوش استراتيجيه وطنيه وليس ورشة وطنية. التعليم المغربي يخضع لتكتيكات حسب أهداف السلطة في كل مرحلة. نهار السلطة كانت باغا تقتل تحارب اليسار، غلقت شعبة السوسيولوجيا والشعب الفلسفة وحلت شعبة الدراسات الإسلامية وكثرت لادوز ديال الدين في المقررات الدراسية لأنها كانت كتحارب اليسار. لما تكاثروا المتطرفين في الدين بدات كتحل الشعب الفلسفة وكتحل الشعب السوسيولوجيا وبدات
وبدات كتقلل من لا دوز ديال الدين في المقررات الدراسيه. ما كاينش استراتيجيه واضحه، كاين تكتيكات، وهذه التكتيكات حسب شعور السلطه بالخطر. الحاجه اللي كتهددها كتحاول من خلال النظام التربوي باش تحل مشكلتها. والنظام التربوي بهذا الشكل عمره ما يمكن يعطي المواطن اللي حنا كنسعاو ليه، لان تكوين المواطن في بلد ديمقراطي كيكون من خلال نظام تربوي اللي ماشي كيعاود ينتج القيم اللي في المجتمع، بل كيخلق القيم الجديده والمتجدده. ولهذا كيخلق مواطن مؤهل باش يخوض التناقضات والتحديات ديال المستقبل. اذا حنا المدرسه ديالنا هي مدرسه كتعاود انتاج ما هو موجود، لان السلطه بغات تنتج ما هو موجود وبغات تصنع مجتمع على المقاس. ولهذا انا كنختلف مع الاخوان في الطبقه السياسيه، بعض الوزراء، بعض الزعماء السياسيين، بعض المثقفين اللي كيرتكبوا غلط فادح لما كيقولوا المجتمع ديالنا محافظ، وكيتكلموا كما لو ان المجتمع عنده طبيعه ثابته. ما كاينش شي مجتمع في العالم عنده طبيعه قاره. المجتمعات تصنع من خلال الأنظمة التربوية ووسائل الإعلام والسياسات العمومية، والمجتمع اللي عندنا اليوم هو نتاج سياسات عمومية تبعت على مدى 50 عام. ما نبقاوش نضحكوا على أنفسنا ونقولوا المجتمع داير هكذا. حنا جينا كنحصدوا النتائج اللي زرعها الملك الحسن الثاني لما عمم المدارس السلفية في المغرب بأموال سعودية، ولما عمل نظام تربوي في خدمة السلطة وليس في خدمة المجتمع. إذا نحن كنعيشوا في مجتمع هو نتاج تراكمات سابقة، وما يبقاوش الناس يقولوا مجتمعنا هكذا. ممكن نصنعوا منه شيء آخر. يكفي أننا تكون هناك إرادة لإصلاح جذري للتعليم واستقلال القضاء واستقلال وسائل الإعلام، ووجود إرادة سياسية لتأهيل المجتمع باش يكون في مستوى البناء الديمقراطي، باش ما يوليش المجتمع هو العرقلة ديال البناء الديمقراطي كما كنعيشوا اليوم. هذه النقطة الأولى ازدواجية النسق السياسي. المسألة الثانية هو احتكار الملف ديال التعليم اللي كيولي خاضع لتكتيكات ورهانات السلطة وماشي واش وطني. المسألة الثالثة اللي كتطبع وهذا الشكل راه كيشرح معضلة الأمازيغية، راه حنا في عمق الملف الأمازيغية ولكن بواحد المنظور شمولي نوعا ما. ثالثا عدم ارتباط التعليم بسوق الشغل كيجعل أن الناس فقدوا الثقة في المدرسة العمومية، لا الآباء ولا الطلبة والتلاميذ فقدوا الثقة في المدرسة العمومية. عام 1978 الدولة نهات الحاجة ديالها إلى الأطر وسدات ما بين 78 و 1980. قبل هذا التاريخ كان الناس كيقراو باش غادي يخدموا، والدولة كانت محتاجة للأطر. وفي ما بين 78 و 80 كانوا مازال الناس كيتخرجوا كيقولوا لهم فينا هو البلاصة اللي بغيتو، واش هذه أو هذه أو. لكن بعد هذا التاريخ الدولة اعتبرت أنها اكتفت، حققت الاكتفاء ديالها في الأطر، وبدات الأزمة ديال البطالة، وبدات الأزمة ديال انسداد الآفاق اللي كتقول بأن التمدرس إلى أين؟ فين حنا غاديين بالتمدرس وعلاش الناس كيقراو؟ بطبيعة الحال الناس كيقراو باش يكون عندهم الوعي لتدبير المجال ديالهم وتدبير الشؤون ديالهم، ما كيقراوش باش يخدموا. حنا كنقريو الناس باش ما يكونوش اميين وباش يكونوا منخرطين في العصر، لانه بدون القرايه بدون علم بدون وعي عصري ما يمكنش الانسان يخوض الحياه ديال اليوم. ولكن هذا التكوين هذا كيأهل الانسان باش يخدم. انما القول باننا كنقراو باش نخدموا هذا نوع من الاختزال ديال الرساله الكبيره ديال التعليم. اذا كاين هذه الازمه هذه ديال عدم ارتباط التعليم بسوق الشغل، زائد الاحتكار من طرف النخب المهيمنه في المجتمع
اللي هي لعبات على التمايزات اللغويه باش تخلق امتيازات للي عندهم اللغه ديال السلطه. واللغه ديال السلطه في المغرب هي اللغه الفرنسيه. هذا خلق تمايزات من حيث الاحتكار ديال المناصب الحساسه في الدوله. فكنلقاو مجموعه صغيره من العائلات كتحتكر 70% ديال المناصب الحساسه في الدوله المغربيه. علاش؟ باحتكار لغه السلطه اللي هي اللغه الفرنسيه. وكتلقى الغالبيه ديال بنات الشعب في التعليم العمومي كيتحرموا من اتقان اللغه اللي هي المدخل الى المناصب ديال الترأس وديال التسيير وديال التدبير، اي المناصب ذات التاثير المؤثره. وهذا بطبيعه الحال كيخلق في النهايه واحد الارتباك كبير وتناقضات على مستوى الحسم في الاختيارات. التعليم المغربي ما حاسم حتى حاجه، وحتى في المضامين ديالو ما حاسم والو. بحال الا طلبتي من شي واحد قلتي له بغيت البطاطا وجاب واحد الخنشه عامره بانواع الخضر وخوها قدامك وانت غادا تقلب. في التعليم المغربي كتلقى درس ديال الاسره كيقول لك تكثير النسل، تناكحوا تناسلوا، خصنا نكونوا كثار باش نخلعوا الامم الاخرى ونوليو واعرين. ولكن الفقره الثانيه في نفس الدرس تنظيم الاسره، راه خص يكونوا غير جوج الوليدات مدارات وكذا الى اخره. ولكن هذا نفس الدرس. انما الدرس ما كيحسمش في النهايه شنو خص الانسان يعني. حط لك داك الشيء كله، لان النظام التربوي والدوله ما حسماش. الدرس حوار الاديان كيقول لك الاديان خصهم يتحاوروا، وحوار الاديان مصطلح عالمي دولي. شكون اللي داروا الحقوقيون اللي عارفين بان الاعتقاد هو حق لكل واحد، ولكن لا يوجد دين افضل من الدين. الديانات كلها متساويه من حيث قيمتها الانسانيه. هذا الدين مزيان عند هذو اللي كيامنوا به، الدين الاخر حتى هو مزيان عند الناس اللي كيامنوا به. وهاد الناس كاملين خصهم يتسامحوا بيناتهم ويتعاونوا بيناتهم ويتواصلوا بيناتهم ويتناقشوا بيناتهم باش ما تكونش العداوات وما يكونش الارهاب اللي الان العالم كيغرق فيه. هذا هو مفهوم حوار الاديان. في الدرس ديال المغاربه شنو دايرين حوار الاديان؟ داير الحوار الاديان والتصويره ديال الحسن الثاني مع الباب استقبلوه الى اخره كذا. حوار الاديان عطاو واحد شويه ديال التحديدات الدوليه، ثم جا قال لك ولكن راه الاسلام هو اصح الاديان والديانات الاخرى مزوره محرفه. وانت كتكون التلميذ على ان الاسلام هو الصحيح والديانات محرفه، كيفاش بغيتي يتحاور؟ هذا التلميذ ما يمكنش يتحاور، لان صنعتيه داخل المدرسه على ان يكره الاخر ويعاديه وما يتسامحش معاه، لأنه هو صاحب الدين الحق والآخرون في ضلال مبين. وهذه هي المدرسة ديالنا. هذه فقط كنعطيكم بعض الأمثلة، أما الغالبية العظمى ديال المضامين هي في الحقيقة مؤلمة. علاش كيدل هذا؟ كيدل على أن الارتباك الكبير ديال النظام التربوي جاي من ارتباك النسق السياسي. كذلك ما يتعلق بالمناهج والتصورات. في كل مرة كيجي وزير كيختار واحد المنهجيه وكيقول لك داك الشيء اللي كان راه داك الوزير اللي كان غير كيخربق، كيضرب على داك الشيء كيشطبو، كيقول لك دابا غنتبناو المقاربه الفلانيه. كيدوز واحد 5 سنين يلاه الناس كيبداو يتهجاو هذيك المقاربه، كيجي وزير اخر كيقول لك هذاك غير كان كيخربق، ها المقاربه اللي خصنا دابا غادي نمشيو فيها. ضيعوا على اولاد المغاربه فرص كثيره باش يتكونوا تكوين جيد وباش يكون المتمدرس في مستوى استيعاب الرهانات ديالهم. ولهذا السبب كنعتبروا بان هذا الورش هذا هو محتكر باش يبقى هكذا، احتكار السلطه لملف التعليم باش يبقى في هذه الوضعيه اللي هو فيها. هذه الفوضى هذه هي اللي دخلت فيها الامازيغيه 2003. ولكن لاحظوا معايا في 2003 شنو غادي يوقع؟ غادي يكون خطاب اجدير هنايا في ناحيه في الضاحيه هذه المدينه، ثم في 2001 ثم في 2002 غتتم الهيكله اللي كان 2003 غتوقع اتفاقيه ديال التعليم. ولكن راه التعليم عنده اطار مرجعي، والاطار المرجعي ديال التعليم راه تدار قبل خطاب اجدير، هو ميثاق التربيه والتكوين تدار في 98.
وهذا الميثاق رفضته الحركة الأمازيغية بالإجماع وسمته الميثاق اللاوطني. ووجهنا رسالة للملك محمد السادس في عام 99 بمجرد توليه السلطة، كنقولوا له نحن نرفض هذا الميثاق لأنه ميثاق لا وطني، لأنه كيضحك علينا، كيقول لك ينبغي الاستعانة باللهجات في بعض المناطق لتسهيل تعلم اللغة الرسمية، بمعنى أن هذه اللهجات غتخدم العربية. هذه هي المرجعية ديال التعليم إلى اليوم. حنا في 2015 عمر ميثاق التربية والتكوين ما تعدل، وهذه هي المرجعية ديال التعليم. هذاك الشيء كله اللي جا من بعد جا على هامش هذه المرجعية، رغم أنه سياسة ملكية. ولكن علاش المسؤولين ما قالوش هو دابا راه تدارت اختيارات أخرى؟ شنو هي الاختيارات اللي تدارت؟ أن الأمازيغية لغة وطنية لجميع المغاربة وعندها درس في التعليم، ماشي لهجات تستعمل في خدمة تسهيل تعلم اللغة الرسمية، وهذا اختيار مخالف. وانا كنتذكر انه الاجتماع اللي جمعنا السي عبد الله ساعه في عام 2002 8 ماي 2002 جمعنا الوزير عبد الله ساعف وقال لنا بان عنده قرار ديال الدوله باش غادي توضع منهاج اللغه الامازيغيه في التعليم، بحال منهاج اللغه العربيه، منهاج اللغه الفرنسيه، منهاج اللغه الانجليزيه. واجتمعنا حنا 20 واحد، مازال ما كاين اللي ركب، مازال ما خدام اللي ركب، ما تايكلش، باقي ما كاينش. أول متدخل فينا طرح السؤال على عبد الله ساعة في الوزير 9 ديال الصباح، غنبداو نفتتحوا الأشغال. الله يخليك، واش غنخدموا في إطار ميثاق التربية والتكوين؟ راه ما كيحتاجش المنهاج، لأن ميثاق التربية والتكوين راه ما فيهش درس الأمازيغية في التعليم، لا يوجد. إذا إلا غنطلقوا من الميثاق راه هذا الشيء اللي جمعتينا من أجله كيتناقض مع سياسة الدولة. جاوبنا الوزير قال لنا لا، ما غتخدموش في اطار الميثاق. هذا الشيء اللي غديروا دابا هو اللي غتبني عليه الدوله التعليم ديال الامازيغ. 8 ماي 2002 اشتغلنا وعملنا منهاج اللغه الامازيغيه في التعليم. راه الاساتذه ديال الامازيغيه عارفين فيه جميع العناصر اللي يكون تعليم حقيقي للامازيغيه كلها، بحال ديال اللغه العربيه، بحال اللغه الفرنسيه، كاع العناصر اللي كاينين في هذوك المناهج كاينه في المنهاج الامازيغيه بدون استثناء. وعطيناها للوزير، ثم هنا غتجي الهيكله ديال المجلس الاداري ديال الاركان، وهنا غتبدا ديك ديال بطبيعه الحال الاركان والوزاره خداو هذاك المنهاج اللي تدار. هو علاش بناه؟ نقطه واحده اللي تغيرت فيه هو انه في ديك الفتره في 8 مايو منين خدمنا في المنهاج درنا الحرف اللاتيني الكتابات الامازيغيه اللي مازال ما كاينش حسم ديال الدوله، والجمعيات اجتمعوا في مكناس تقريبا 23 جمعيه في ذاك الوقت، ودرنا بيان. كنتذكر انني حررت المسوده ديالو انا والسي بودان والسي الحسن والحاج، وتبناته الجمعيات وخرج في الصحافه، وخلق واحد الحوار وطني استمر 6 شهور حول الحرف. هذا الشيء في 2002 حتى بدايه 2003 حتى يناير 2003. المنهاج اللي فيه الحرف اللاتيني بطبيعه الحال ما غتبنى الدوله حرف تيفينا غادي يولي حرف تيفينا. هذا العنصر الوحيد اللي تغير. المسائل الاخرى بقات هي تبنتها الوزاره وتبناها الاركان. شنو فيها؟ فيها ان الامازيغيه لغه وطنيه ديال جميع المغاربه بدون استثناء. ثانيا ان هذه اللغه غتوحد، ما غاديش نقريو للناس لهجات متفرقه. علاش؟ لان هذه اللهجات ليست لغات قائمه الذات من الناحيه العلميه، بل هي فروع ديال اللغه الامازيغيه. اذا ما دامت ماشي لغات قائمه الذات مستقله، اذا خصنا نشتغلوا عليها بواحد الطريقه علميه باش توحد، ولكن ماشي ديال الكوكوت مينوت ولا التوحيد ديال اللابوراتوار، لا، التوحيد التدريجي اللي مرتبط بلا ديناميك سوسيال دو لا لونغ، بمعنى مرتبط بواحد الديناميه اجتماعيه ديال اللغه. وهنا بطبيعه الحال الفنان والكاتب والروائي والقصاص والشاعر عندهم دور في بناء اللغه، ماشي فقط السبيسياليست او الخبير هو اللي كيبني اللغه، ولكن كيبنيها المجتمع ايضا. انما في الضوابط ديال النحو والصرف والتركيب لابد كيحسم فيها السبيسياليست. علاش؟ لان جميع لغات الارض هكذا تبنات،
لاكاديمي فرونسيز فيها المختصون ديال اللغه الفرنسيه اللي كيقولوا هذه هي القاعده، وهما مختصون في اللغه، ولكن ما معزولينش على المجتمع، مرتبطين بالليتيراتور، مرتبطين بالرومان، البويزي، مرتبطين بالمسرح، مرتبطين بالديناميك، كلها في المجتمع. اذا هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هو ان الامازيغيه تعمم افقيا وعموديا في التعليم، افقيا في التراب الوطني كله، عموديا في كل اسلاك التعليم من السنه الاولى حتى البكالوريا ثم العالي. هذه هي الخدمه اللي تدارت في 2002 وتم التوقيع عليها في 2003. اذا السياسه ديال الدوله مبنيه على هذا الاساس، وهذو هما المكتسبات ديالنا. حنا ما اكتسبناش بزاف الاشياء في الاقسام وفي الممارسه، لان في الواقع راه الاساتذه حاضرين كاين تراجعات، ولكن الحاجه اللي ممكن نقولوا انها مكسب بالنسبه لنا هو المرجعيات المكتوبه. هذه مضبوطه حسب مبادئ الحركه الامازيغيه في المغرب. كاع داكشي اللي كنا كنقولوه في الحركه الامازيغيه دخل المؤسسه الرسميه وصبح في الوراق، ولكن في الواقع بقات نوع من الهشاشه، وبقى الاخذ والرد، وبقى المد والجزر، وخاصه ابتداء من 2007 الامور كانت غاده نوعا ما مع الوزير المالكي. كان هناك على الاقل الابداع ديال الاستعداد ديال تدارك انواع الخلل. الوزير اللي جا من بعد المالكي الشيخ شيشان تجاهل الملف، جا من بعد منه السي الوفاء اهتم بالملف ودار اشياء مهمه جدا، وحنا كنذكروا كل واحد بالخدمه ديالو. جا السي رشيد بن المختار ماشي فقط كيتجاهل الامازيغيه، بل كانه كينتقم منها وبدون اي مراعاه على الاقل الوثائق ديال الوزاره اللي هي تراكمات مهمه. لان الا كان السي بن المختار غيمشي في حاله غدا لان المناصب ما كدوم شيء، راه المرجعيات كتبقى هي، وحنا المسؤولين كنحاسبوهم ماشي كاشخاص، كنحاسبوهم انطلاقا من احترام التزامات الدوله والمرجعيات اللي خدمت فيها الوزاره، والوزاره فيها تراكمات، وهذه التراكمات عليها كتبنى التجارب الديمقراطيه في العالم كله. ما كاينش شي دوله اللي نجحت في الديمقراطيه في البروسيسوس ديمقراطيك ديالها وما كتبنيش على التراكمات الايجابيه اللي تحققت. ولهذا السبب تناقض بقى في المرجعيات الامازيغيه رغم كل شيء. درنا المنهاج، درنا هذاك الشيء كله، ولكن ملي كتهضر مع مسؤول ديال خاصه المدراء، خلي كاع الوزير اللي هو سياسي ومنتمي للحزب مثلا كيتعامل معك سياسيا، ولكن المدراء والمفتشون والناس اللي كيخدموا يوميا في المجال ديال التعليم راه كيتعاملوا بالميثاق الوطني ديال التربيه والتكوين، راه هو المرجعيه وما فيهش شي درس الامازيغي. اذا بقينا خدامين في اطار ازدواجيه ديال المرجعيه وتناقض بين الميثاق اللي ما فيهش الامازيغيه وبين السياسه اللي ترسمت من بعد 2001 واللي ما عدلتش الميثاق الى الان، ما عدلتش. وهذا جعل بزاف الفاعلين يطرحوا السؤال ديال الاراده، واش كاينه اراده عند الدوله ان الامازيغيه تقرر او ما كايناش؟ ومن لهنا جا بطبيعه الحال الاخذ والرد، من لهنا جات التراجعات، واش عندنا 5000 مدرس، واش ما عندناش، واش تكلفوا يقراو الامازيغيه، واش ولاو يقراو العربيه. هذه الفوضى كلها جايه من الارتباك ديال النسق التربوي كله، اللي هو ارتباك ديال النسق السياسي ديال الدوله ككل. علاش كنقول هذا الشيء؟ لان حتى الملف المراه هو نفس الشيء. الا مشيتي عند الحركه النسائيه غتقول لك نفس الكلام اللي كيقولوا الامازيغ حول التعليم، نفس بدون اي اختلاف. سير عند الحركه النسائيه غتقول لك عندنا تراكمات في صعيد المكتوب، عندنا المدونه تعدلات في 2004، عندنا الفصل 19 في الدستور كينص على ان النساء والرجال متساويين في الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وعندنا هيئه المناصفه اللي غدا ما تدار والو من هذا الشيء بحال الامازيغيه. وغادي نزيدكم اوراق اخرى كثيره من هذا النوع. هذا معناه ان النسق السياسي الارتباك ديالو كيطبع كل الملفات والمؤسسات ويتمظهر فيها. اذا هذا معناه ان قدامنا واحد التحدي كبير، خصنا نكبروا شويه المنظور ديالنا وغادي نفهموا باننا امام وضع بنيوي
يتعلق بالدوله واختياراتها وليس فقط موضوع الامازيغ. دونك غادي ما نطول شيء، غادي نختم فيما يتعلق بايضا تناقض على مستوى اللغات. عمر الدوله المغربيه محسوبات في اللغات، وراكم شفتوا كيفاش تقرر تعريب التعليم وتعريب المواد العلميه، وكيفاش اليوم السي رشيد بن المختار جا كيقول لنا غندرسوا العلوم بالفرنسيه. وحنا ديما كنا كنقولوا ان راه ما يمكنش ندرس العلوم بالعربيه، ماشي كنا كنقولوا انطلاقا من موقف من اللغه العربيه، بل كنا كنقولوا انطلاقا من المعرفه ديالنا باللغه العربيه اللي كنعرفوها احسن من دوك اللي كيدافعوا عليها، وكنقولوا هاد اللغه هادي عمر الناس ديالها ما اشتغلوا عليها باش تقري العلوم. سير للشارع سول اي مواطن قول له اللغه العربيه غيقول لك لغه القران، حتى واحد ما يقول لك لغه الفيزياء او لغه الرياضيات او لغه الصواريخ، الناس كلهم يقول لك لغه القران. ايوا لغه القران ديرها في الجامع، بغيتي تقري بها العلوم جميع اللغات في العالم ممكن تقري بها العلوم، ولكن اخويا دير الخدمه اشتغل على اللغه العربيه باش تقري العلوم. المعجم ديالك فيه ثلثين ديال الكلمات ديال العرب الجاهليه اللي في الصحراء واللي كيعيشوا مع الجمال والماعز، وبغيتي تقري العلوم باللغه العربيه خدم المعجم ديالك، اهلو طوروا. الموتور ديال البوينغ فيه مليون وحده ما فيها حتى وحده كتسمى بالعربيه. كيفاش بغيتي يعني تلحق بالمجتمع العلمي وتلحق بالانفجار المعرفي اللي واقع في العالم والثورات العلميه بالثواني وبالدقائق كتوقع، وانت داير واحد اللغه اركايك وخليتيها؟ هنا ما كنعيبوش اللغه العربيه، كنعيبو ذاك العقل اللي كيستعمل هذه اللغه واللي هو عقل جامد متحجر، ولا دابا عقل كيخرب الحضارات بالعنف. هذاك العقل هو اللي ما خلاش اللغه العربيه باش تطور باش تدير العلوم. ولكن الدوله علاش ما تكونش واضحه من الاول وتعرف بان الطب والفيزياء والرياضيات وكل الطرق راه ما يمكنش تقرب باللغه العربيه؟ ليس بسبب عجز هذه اللغه، بل بسبب انها لم تؤهل لهذه الوظيفه. احنا ما وقعناش في هذا المشكل. امازيغا عارفين المستوى فاش كاين اللغه ديالهم، عارفين شنو خاصها ومعترفين به، وقالوا خصنا لا ميناجمون لينغويستيك ديال لغتنا والتاهيل ديالها باش تمارس الوظائف اللي كتنتظرها. مره ما كنا كنكذبوا على الناس ونقولوا لهم الامازيغيه تقدر تقري العلوم دابا، لان مازال ما درناش الخدمه اللي غتاهل لغتنا باش دير. ولكن نهار نديروا هذه الخدمه هذه غادي نقولوا لغتنا شنو غدير شنو غدير. وظائف اللغات تابعه لمستوى هذه اللغات حسب العمل اللي تدار عليها. كنختم بالقول لابد من الحسم في الاختيارات، والحسم في الاختيارات هو اللي غادي يعطينا بالتالي السياسه اللغويه في البلاد بشكل واضح، وهذه السياسه اللغويه هي اللي تعطي الامازيغيه المكانه التي تستحق. اذا المساله بنيويه غادي ننزلوا من المنظور الكبير وجايين نازلين حتى لابسط الجزئيات. بدون هذه الاداره هذه الاراده هذه السياسيه في الاصلاح وفي التغيير غادي يصعب اننا نوصلوا للاهداف ديالنا. ثم من جهه اخرى لما الدوله كترفع شعار معين كترفعه باش تسوي واحد الوضعيه ظرفيه. بحال الشعارات اللي رفعتها في 2011 كان الهدف ديالها باش الناس يدخلوا من الشارع، كان الهدف ديالها باش حركه 20 فبراير تدخل. ما كانش الهدف هو الاصلاح الفعلي، لان لو كان الهدف هو الاصلاح الفعلي لكان هذيك المكتسبات اللي حققنا في الدستور 2011 تفعلت في 4 سنين. وهنا غنجيكم الحرج، ما معنى الحرج ديال السي بن كيران؟ السي بن كيران نهار نزلنا للشارع نزلنا كنناضلوا باش نضمن له هو السياسي المحنك اللي كيدير الانتخابات وكيدير الحملات الانتخابيه باش نضمنوا ليه يحكم بصلاحيات حقيقيه. ولكن السي بن كيران خذلنا لانه مشى عند الجزيره كينبطح على كرشو امام النظام وكيقول هذوك الطباله والغياطه اللي في الشارع المغربي وكيسخر منا. وحنا كنا كندافعوا عليه لان حنا ماشي سياسيين، حنا مثقفون وفاعلون مدنيون وجمعيات بغينا الديمقراطيه في بلادنا. ولما بغينا هذاك اللي كيخوض الانتخابات باش نهار غيطلع المسؤوليه تكون عنده صلاحيات حقيقيه. السي بن كيران الان
كيضحك على اذقان الناس، لا اللي صوتوا عليه ولا اللي ما صوتوش عليه، لانه طبالة والغياطه في النهايه ما قدروش يوصلوا الاهداف ديالهم لانه ساهم في الافشال ديالهم. وكيجي في النهايه باش يتكلم على الحرج. شنو هو الحرج؟ الحرج هو ان الملف الامازيغيه في يد الملك وماشي في يديه، وهو نفس الحرج في قضيه المراه، ونفس الحرج في قضيه الصحراء، ونفس الحرج في قضيه الارهاب، ونفس الحرج في القضيه جميع قضيه الدين والارث الى غير ذلك. اشنو كيعمل السي بن كيران تما؟ كيتخلص وقال شاد الكرسي. انت ما عندكش القدره باش تحل المشاكل ديال المغرب، غادي تكون عندك الشجاعه تقدم استقالتك عوض ما تبدا تكذب على الناس وتمشي بحالك. ويجي شي حد اخر ملي كتقول لي التماسيح والعفاريت، التماسيح والعفاريت شكون هما؟ احنا ما كنامنوش بالاشباح، لان خصنا نشوفوا على ما كنتكلم وسمي الاشياء باسمها. وبالتالي الا عندك عوائق غادي تتضامن مع الديمقراطيين في البلاد باش يساعدوك باش تحل العوائق ديالك. انت هرستي المناضلين الديمقراطيين كلهم النساء ديال الحركه النسائيه، وكنا من المنظمين الامازيغ نظموا المسيره ديال النساء في الرباط في اطار التحالف المدني لتفعيل فصل 19. كيوقفوا النساء في باب البرلمان كيطالبوا بتفعيل فصل 19 اللي وعد به بن كيران في التصريح الحكومي ديالو. كيجاوبهم بن كيران كيقول اعرف تلك الوجوه الرماديه، وكيشتم النساء اللي هما مده 50 سنه هما اللي حققوا اكبر مكتسبات المراه المغربيه، وهو رئيس الحكومه وكيتكلم بهذه اللغه اللي هي لغه ماشي ديال الناس المسؤولين على الاطلاق. ولهذا السبب كنقولوا اذا كان هناك حرج عند السي بن كيران ما يعطيش الوعود للناس وما يوعد الناس الا بداك الشيء اللي يقدر يدير، واللي ما يقدرش يديرو خصو يقول للناس راني ما غنديروش ويقولها في الحمله الانتخابيه. والا راه بحال الاخرين اللي كيركب عليهم باش ينجح في الانتخابات. لان السي بن كيران في هذه الحمله اللي دازت قال اشتغل على الخصوم ديالو السياسيين كيشتمهم باش يطلع على ظهرهم الانتخابات، واشتغل ايضا على انه مهدد بالقتل. ما نعرفش شكون اللي باغي يقتل السي بن كيران، رئيس حكومه وكيتشكل في الحمله الانتخابيه راه باغيين يقتلوه. شكون اللي باغي يقتل السي بن كيران؟ انا كنطلب من الرميد وزير العدل والحريات يفتح تحقيق ويقول لنا شكون اللي غيقتل بن كيران، لان اللائحه ديال الاغتيالات في المغرب ما كانش فيها. هو انا اللي كنت الاول في اللائحه اللي غادي تغتال وما كنقولها. وعمري ما كنجمع الناس ونقول لهم راني مهدد بالقتل. واذا به رئيس الحكومه هو اللي ولا كيخدم في الناس بحال يعني صوتوا عليا انا مسكين راني غيقتلوني. وكيتكلم على الراحل السباهه كما لو ان القضيه السباهه قتلوا شي حد. اذا انت عندك معطيات تعطيها لينا باش تدوز امام القضاء وتفضح على الشعب المغربي. اذا شي حد قتل السباهه وغادي يقتل الناس السي بن كيران غادي نكونوا حنا الاولين اللي غادي نوقفوا، لان ما يمكنش نسمحوا لشي حد يقتل لنا رئيس الحكومه ديالنا. فاذا هذا هو معنى الحرج. الحرج هو ان عندنا رئيس حكومه ما عندوش الشجاعه لا باش يستقل ولا عنده الشجاعه باش يحقق الوعود ديالو ويوفى بها للناس. وبطبيعه الحال باش يغطي شويه الحرج الحزب ديال السي بن كيران في الحكومه ناض في غفله عن الاحزاب الحليفه تقدم الشركيه الحركه الشعبيه الاحرار مشى دار قانون ديال العربيه، داروا وحده قانون لحمايه اللغه العربيه. واش كتعرفوا ان حمايه اللغه هو مصطلح دولي يتعلق باللغات المهدده بالانقراض، والناس كيستحقوا حمايه اللغه العربيه. اللغه الرسميه ديال البلاد من 62 وعندها الملايير ديال الميزانيات وعندها الجيش اكبر جيش ديال المدرسين عند اللغه العربيه واكبر عدد ديال الساعات، وكيتكلم على حمايه اللغه وكيدير لها قانون لحمايتها. اسمحوا لي الاخوان، راه المشكل ديال العربيه راه ماشي ان شي حد ما باغيها شيء، راه ان الحماة ديالها هما اللي كيقتلوها لانهم باغيينش يفتحوا الاوراش الحقيقيه ديال بناء هذه اللغه والتحديث ديالها
وانا غادي نعطيكم فقط باش تفهموا شنو كنقول جمله ديال الراحل المرشد ديال العدل والاحسان الشيخ عبد السلام ياسين، قال في كتابه حوار مع صديق الامازيغي: هذه العربيه الحديثه اللي جايبينها لنا لا نحوها نحو القران ولا صرفها صرف القران. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان هذه اللغه هذه القواعد ديالها مرتبطه بنص ثابت. ايوا اللغه اللي القواعد ديالها مرتبطه بنص ثابت راه عمرها ما تطور وما يمكنش تقري العلوم. اذا حرر لغتك، اعتبر ان الدين شيء واللغات مؤسسات اجتماعيه يرعاها الناس بالعقل وفي اطار السياق الحضاري اللي كاين، ماشي ما تخلطش لينا. وهذا غيفسر لكم علاش لما بدينا كنطالبوا بالامازيغيه تكون في الدستور وتكون في التعليم، قالوا لنا من داخل المساجد ان الدعوه الى تدريس الامازيغيه مؤامره استعماريه، وبداو كيهضروا على لغه القران، انا انزلناه قرانا عربيا كذا. يستعمل الدين لحرمان الناس من حقوقهم، وهذه من أسوأ ما ورثناه عن الماضي. ولهذا لابد من القطيعه مع هذه المساوئ ديال الماضي باش تكون عندنا الشجاعه باش نقولوا الاسماء بالاسم، الاشياء بالاسم ديالها، وتكون عندنا الشجاعه ايضا باش نتحاوروا بيناتنا بشفافيه بلا ما يخاف حتى شي حد من حتى شي حد، وبلا ما تكون هناك لا اطماع ولا محاوله للالتفاف على هذه القضيه او تلك. الان مطلوب منا مزيدا في هذا الشهرين هذه في مختلف مناطق المغرب تكون لقاءات مثل هذه من اجل وضع النقط على الحروف ما يتعلق بمكتسباتنا المكتوبه اللي خصها تدخل القوانين. القانون ديال المجلس الوطني للغات ما يمكنش نقبلوا فيه الميز ابدا. وراني سمعت وهذا الشيء كنقول لكم من داخل اللجنه اللي مجتمعه الان اللي كتجتمع ديال المجلس الوطني للغات، راني سمعت اللي جاب اللجنه كيقول العربيه رسميه من 62 اما الامازيغيه عاد جات. ايوا الامازيغيه اللي كاينه هذه الاف السنين والعربيه راه هي حتى هي عاد جات. الا غنبداو نهضروا شكون اللي كان وشكون اللي جا، فهذا كلام تقال داخل اللجنه اللي غتوضع القانون ديال ما معناه ان هناك دائما الناس اللي ما باغينش ياخذوا بعين الاعتبار المكتسبات ديال المغاربه، ما بغاوش ياخذوا المكتسبات المغاربه بعين الاعتبار، وراه اللي ما باغيش ياخذ المكتسبات ديالنا بعين الاعتبار راه حنا ما غنتعاملوش معاه وغادي نرفضوا كل حاجه غادي تجي من هذاك الشيء، وغادي نقرروا اننا البدائل ديالنا غادي نبنيوها، وضروري خصنا نبنيوها خارج المؤسسات وداخل المؤسسات وما عندناش خيار. ولكن ما يمكنش لنا نقبلوا نهائيا اي كلام اللي غيرجع بنا للورا. القانون التنظيمي للمجلس خصو يتبنى على اساس المساواه بين اللغتين العربيه والامازيغيه، جوج لغات رسميه. الدستور ما عمره ما قال لنا ان هذه لغه اولى وهذه لغه ثانيه، ما قالهاش. كلمه ايضا اللي في الدستور كتعني بالمثل في اللغه العربيه، بالمثل. العربيه لغه رسميه، الامازيغيه ايضا لغه رسميه، اي انها رسميه بالمثل. وما نقراوش الدستور قراءه اللي خارج المكتسبات ديالنا. كنختم بهذا وكنجدد الشكر للمنظمين والحضور الكريم.